لسه طالع. مين اللي جابه؟ يلا بينا نحضر ماتش الزمالك وفاركو في الدوري. اول حاجه عملها جمهور الزمالك انه بعت رسائل للاداره وللعيبه. بدأ الشوط الاول وما كانش فيه هجمات كتير قوي نتكلم عليها. عدى اول 20 دقيقه مفيش ولا هجمه خطر غير الكره بتاعت فاركو اللي هي العرضيه اللي جت في العارضه دي. يعني لعيبه فاركو بتضيع وقت من بدري قوي. احنا لسه في الشوط الاول ولعيبه بتقع بيروحوا يلعبوا كورنر في نص ساعه. لسه بدري يعني يا رجاله على الكلام ده. خلص الشوط الاول 0-0 شوط ما اتمناهوش لألد اعدائي. والزمالك لو فرط في نقط الماتش ده خصوصا ماتش فاركو، لان انا شايف ان من وجهه نظري ان هو ماتش سهل، يبقى بيفرط في الدوري كله. لان الزمالك لازم يركب دلوقتي عشان ما يرجعش يزعل زي كل سنه والاهلي يفضل يعشم في الناس كلها وياخد الدوري في الاخر. ايه جول ولا ايه؟ انا لسه طالع. مين اللي جابه؟ مين جابه؟ يعني من الواضح كده ان شيكوبان ده هو اللي جاب الجول والدنيا مقلوبه. للاسف ما لحقتش اشوف عشان كنت طالع من الملعب اقعد فوق. فيعني واضح ان الزمالك خد وسمع بكلامي. يعني دي ثالث فرصه في 8 دقايق بس من بدايه الشوط الثاني للزمالك. فتقريبا هم سمعوني وانا بتكلم بين الشوطين. كمان فاركو لبس طرد. اعتقد الماتش هيفتح اكتر للزمالك وهتبقى فرصتهم ان هم يعملوا نتيجه مريحه. انا ما اعرفش الزمالك ليه بيعمل في نفسه كده. يعني ماتش سهل وتسهل عليك اكتر بالطرد. ليه تقعد الدقيقه 86 لحد دلوقتي 1-0؟ يعني في ثانيه تتلدع جون يقتلك. فرص سهله وعبيطه بتضيع من الزمالك. مش عارف بيعملوا في نفسهم كده ليه. صفر الحكم ونهى الماتش. وكالعاده جمهور الزمالك لما بيكسب لازم بيحتفل في ارض الملعب مع لعيبه. بصراحة ما بقدرش يبقى في حفلة عداء كده في المدرجات وما فرقوش عليها. خلص الماتش. الزمالك تقريبا في صدارة الدوري دلوقتي. الزمالك ماشي كويس جدا. هل هيكمل كده للآخر؟ الله أعلم. الدوري عايز نفس طويل والزمالك لازم نفسه يبقى طويل.